ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل الكشري العدس الاصفر والبيض المدحرج الزبده. هما بيقولوا عليها اكله اسكندراني، بس حقيقي مش عارفه ولا لا، بس احنا من القاهره وبناكلها يعني على طول من زمان. هنجيب كوبايتين رز معاهم كوبايه عدس اصفر، ونغسلهم كويس ونصفيهم. وهنكون مجهزين حبه زيت، حته زبده صغيره كده تديها طعم، ونقلبهم تقلبتين كده، ونسيبهم بقى ايه ياخدوا ايه يتفلفلوا كده، اللي هو ما نقلبش كتير عشان ما تعجنش. واول ما نبدا الحبايه كده تفصل عن التانية، نحط 3 كوبايات ميه، وواحدة ماجي او فاين فودز اللي موجود، مع ورقتين لوري كده بيدوهم طعم حلو قوي. هنقطع بقى البصل، يبقى عندنا حوالي 4 بصلات، او حابين اكتر من كده نحط عليهم معلقة نشا، ونقلبهم كويس، ومعلقة دقيق، ونقلبهم في بعض كده كويس علشان تتحمر بسرعة في الزيت وتدي لون حلو كده. هتلاقوا اللون متغير شوية، بس ده التصوير يعني، بس هي لونها الأحمر الحلو يعني، التقلية الحلوة دي. هنحمرها في الزيت ونصفيها كويس. وهنكون بقى بنسلق البيض. هنسلق البيض اللي عندنا يعني 4 5 بيضات اللي معاكوا، يعني اللي حابين على عدد أفراد الأسرة. طبعا واحنا بنسلق البيض، شايفين اللون الاول ده طلع لذيذ ازاي. واحنا بنسلق البيض هنكون محضرين بولة فيها تلج عشان ايه تتفصل القشرة بسهولة. وبنعمل بقى الدقة اللي عملناها مع بعض قبل كده كتير، زيت وتوم وكزبرة ناشفة وملح وفلفل، ومعلقتين صلصة ومعلقة سكر وحبة خل علشان الحموضة. هنقلبهم كويس، ونحطهم برضو، نحط شوية مية صغيرين لحد ما يتسبكوا، ونشيلهم على جنب. دي بقى الايه الدقة اللي بتتحط فوق الكشري ده. هنقشر بقى البيض، وهنسيبه في مصفى شوية، يعني ما نحطوش على طول في الزيت، نسيبه يتهوى كده بحيث ان المية تنشف خالص. بس زي ما احنا شايفين، بصوا اولا طبعا بنشيل الورق اللوري، وشوفوا بتطلع مفلفلة ازاي. وبنسيب بقى ايه حتة تتهوى، ما نبقاش بعد ما طفينا طبعا، هنسيب حتة كده تتهوى عشان ايه ما تعجنش في بعض. بس وحتة زبدة او سمنة بلدي اللي موجود عندكم مع حبة الزيت. وهندحرج البيض بقى، نديله لون ذهبي حلو كده. طول ما نشفت البيضة من بره من المية بتاعتها، هتلاقوها بتتحمر على طول، متاخدش وقت يعني. بس طعمها جميل جدا، واولا هيبقى طبق مليان بروتين من العدس والبيض مع بعض. هيبقى فايدته حلوة قوي، وتغيير واكل الصيف الحلو ده، اللي يعني ايه نعمل حاجة سريعة وفي نفس الوقت مفيدة. بس ادينا بص بقى بتطلع جميلة ازاي. نغرفها في طبق كبير، ونحط التقلية، ونحط حواليها البيض المدحرج، ونصب عليها حبة صغيرة بس كده للتزيين من الفتة. لكن طبعا بنخلي بيسموها فتة عدس برضو، يعني لو حبة حد يحط عليها عيش محمص كمان تبقى حلوة قوي، تبقى فتة عدس حلوة. بس وجربوها بقى شوية العدس دول مع الرز هيبقى طعمهم ايه، واكتبوا لي بقى عجبتكم ولا لا. بس فعلا أكلة منتهى الجمال والله، بألف هنا. تمنياتي ليكم بحياة سعيدة.